عمرك تسألتيه علاش البنت كتكون مع واحد كيعشقها وكيدير المستحيل على قبلها، وفجأة كتخليه وتمشي عند واحد بارد ما مفهومش وما كيبانش فيه الحب تجاهها؟ واش هاد البنت ما كتعرفش قيمتها ولا كاين سبب أعمق من هاد الشي؟ خليك معايا حتى الآخر الفيديو، حيث الجواب غادي يكون غريب وعنده بزاف ديال التفسيرات. الإنسان بطبعه كيبغي الحاجة اللي ما سهلاش. ملي شي واحد كيعطيك الحب كامل والاهتمام بلا مجهود مبذول منك، العقل كيتعود وكيولي يشوف هاد الشي عادي تماما، بحال المحتوى الإباحي اللي شرحته في الفيديو اللي قبل. ولكن ملي كيجي واحد ما كيبانش فيه الاهتمام وما على بالوش أصلا بديك البنت، العقل ديالها كيبدا يطرح أسئلة. علاش غامض؟ كيكون بحال شي كتاب مسدود ومحمس باش تقراه. وهنا كتبدا اللعبة النفسية. بزاف ديال البنات ترباو في واحد البيئة في الحب كان ناقص ولا كان مشروط أو كان مرتبط بالألم، فالعقل ديالها بلا ما تحس كيولي كيرتاح في العلاقات اللي فيها نقص، حيث هذه هي الصورة اللي متعود عليها منذ نعومة أظافرها. أما اللي كيبغيها بصدق كيحسسها بشي حاجة ما متعوداش عليها وكتخاف منها. هادشي اللي كيشرح علاش البنات عزيز عليهم المسلسلات اللي فيهم الدراما، بحال المسلسلات التركية أو الهندية. ملي كتلاقى البنت مع هاد الشخص البارد كتربط قيمتها بردة الفعل تاعو، وكتقول إلا بغاني يعني أنا زوينة، إلا تجاهلني يعني خاصني نزيد نحاول. هادشي طبيعي، حيت البنت العدو ديالها هو الرفض. علاش البنت مثلا ما كطلبش منك رقم الهاتف أو المبادرة تجي من عندها هي؟ باختصار، البنت إلا رفضتيها غادي تدخلها في أمراض نفسية ويقدر يسالي بها المطاف توضع حد لحياتها. الحب ديال بصح ماشي غير دخول وخروج. الحب الحقيقي مسؤولية، وبزاف ما مستعداتش لهاد المرحلة، فكيهربوا من اللي كيبغيهم ويمشيو عند اللي ما غاديش يطالبهم بشي حاجة. الحقيقة ماشي قاع البنات دايرين هكا، وهادشي ماشي ضعف، إنما جهل عاطفي. والبنت اللي كتختار داك اللي ما كيبغيهاش راه كتأذي راسها وكتولي عندها عقد نفسية تجاه الحب. بعض البنات كيدخلوا في تحدي، ماشي حيت باغينك، ولكن باغي الإحساس ديال أنهم قدروا يربحوك.